السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابة نتكلم مع بعض كده في شوية حاجات وشوية امور. طبعا العنوان موضح نفسه. طبعا دخلت لكم كده اول حاجة بالبرتقان. بمناسبة، مش هقولك بمناسبة الشتاء، بمناسبة البرد ودور البرد المنتشر والدور المنتشر. كان لازم ادخل لكم بالبرتقان وما ادخلكوش بايدي فاضية. عليكم وعلى البرتقان وعلى الليمون. لو دور برد، بس خدي حطي عليه عسل واشربيه. لو بقى كحة وكده ابعدي خالص عن العسل وعن السكر، عشان المسكرات او العسل والسكر بيهيج اكتر الكحة. تمام. يعني تحسي انك انتي بتشربي المشروب وتحطي له معلقة عسل، ما بيهديش الكحة، بالعكس ده بيهيجها اكتر. تمام. لو برد بس تمام، مش مشكلة. جنزبيل بقى، قرفة مغلية، ليمون، برتقان، الحاجات دي كويسة. كترها كويس جدا ليكي بقى والأسرة كلها. ده وانت ايه، طول ما انت في البيت كده اقعدي لف عليهم بالكلام من ده. تمام. ان بجد دور شديد جدا، كله على ما اظن بيتصاب بيه يعني. قلت ما ادخلكوش ايدي فاضيه وجبت لكم معاه البرتقال. ده احلى هديه كان لازم ادخل لكم بيها في الجو ده وفي الدور ده والتعب المنتشر ده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه ابدا معاكم كلام كده بخصوص حاجه. بخصوص عامه. مش حاجه معينه، يعني بخصوص حاجات كتير. مثلا، انا كنت عامله فيديو عن المشتريات. آه، في ناس كتير يعني اتكلمت بطريقه كويسه، وفي ناس بطريقه عاديه، وفي ناس بطريقه مش لطيفه ومش كويسه. انا حابه بس اسال، انا او غيري اللي بيعمل محتوى، احنا بنعمل فيديوهات للمشتريات ليه؟ ليه بجد؟ هل انا بعمله عشان اوريكي مثلا انا هاكل ايه، او هعمل ايه، او اشتريت ايه وما اشتريتش ايه؟ اكيد ما الموضوع ما فيهوش فايده خالص ان انا اعرفك او اعرف اي حد، او غيري برضو يعرف اي حد ان هو هياكل ايه هو يعمل ايه، صح؟ بس الفايده من كده ان احنا بنعمل يعني زي نظام توعيه. ان انت لو هتمشي بيتك مثلا ب 3000، ما فيهاش مشكله خالص في الايام دي، في الظروف دي وفي الطقس اللي احنا فيه ده، ان احنا نمشيه مثلا ب2000، او لو حاولتي بأقل كمان يا ريت. مع ان انا عارفه ان هو مش هينفع ومستحيل، علشان مش هقولك انك هتعرفي، عشان عادي الحاجات كتير وانت ممكن تقللي منها، لا، عشان الاسعار هي اللي غاليه. انت مهما هتحاولي توفري هيجيلك برضو حاجات كده ان الحاجات غليت، انت مش عارفه تعملي ايه. طبعا دي ظروف ماشيه علينا كلنا، مش على ناس وناس بس. مش باكلم طبقات معينة وطبقات معينة، لأ، متهيألي إن كل الطبقات، حتى الطبقات اللي فوق خالص، برضو لو كانوا ماشيين على سيستم معين، لأ، بدأوا يقللوا وبدأوا يوفروا وبدأوا يدبروا علشان الظروف، بجد الظروف اللي احنا فيها. يعني مش شرط ان انا جبت المشتريات وريتها لكم او جبتها وبقول لكم نعمل ايه ونوفر ازاي وندبر ازاي الحاجات اللي ليها لازمة بس تيجي. انا بوريكي عشان انتي لو مثلا حاطة في دماغك او كده، لا انا عايزه انزل اجيب ده وده 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 وهعمل كذا وكذا وكذا انت ممكن تجيبي، والله العظيم ممكن تجيبي نوعين حاجه بس. أي يعني مثلا تمام، تعملي بيهم مثلا، تطلعي بيهم حوالي 3 4 غدوات. فاهماني؟ يعني مثلا ممكن تجيبي بانيه تعملي منه شاورما، تعملي منه بانيه، تعملي منه ستريبس، تعملي منه يعني كذا حاجه. ده اللي اقصده. تمشي يوم كده تمشي يوم كده. انا مش بوريكي علشان تعالي اتفرجي مثلا على حاجه انا جايبه ليه، انا بوريكي عشان احمسك. واوريكي ازاي ممكن تمشي بيتك باقل التكاليف وبقلل يعني الحاجات اللي تجيبيها. ده اللي اقصده. تمام. لكن مش معنى الحاجات اللي انا جايباها ان انا قلت عليها ممكن تكفيني شهر او هي فعلا هتقعد معايا شهر، ان انا زي ما بعضكم قال ان انا هاكل اسبوع وهنصوم اسبوع. اكيد ده مش حقيقي ومش طبيعي. مش طبيعي يعني ان في بني ادم هياكل اسبوع ويصوم اسبوع. تمام. انا بس حبيت اطلع اتكلم لان ايه، غيري وانا اللي بنقدم محتوى بنكون هدفنا، يعني بالذات اللي بيكون قصده حاجه زي كده، هدفنا التوعيه، هدفنا انك تدبري، هدفنا انك توفري. اصل احنا مش مستفاده انا ولا غيري ان انا اطلع فعلا هوريك انا جبت ايه وما جبتش ايه، ولا انت هتستفادي ولا انا هستفاد شيء. تمام. ممكن فيديو زي كده يخليكي لو انت هتجيبي مثلا حاجات ب5 6 آلاف جنيه، لا تنزلي تلمي نفسك وتجيبي حاجات كده بسيطة وتعدي ايامك ومش عارف ايه وكده. وعلى فكرة مش حاجة عيب ولا حرام ولا غلط انك تحاولي توفري وتدبري، سواء انت يعني شغالة او ربة منزل او جوزك هو اللي شغال بس وانت قاعدة في البيت، يعني دي مش حاجة متهيألي عيب ولا غلط.
يعني الامور سايره عليكي انت وهو، صح ولا لا؟ فده اللي انا كنت قاصده اتكلم فيه. تمام. يعني يا ريت كده كلنا نخاف على بعض ونلم على بعض ونساعد بعض في ظل الظروف اللي احنا فيها. يعني ونبطل ان احنا مثلا نقول كلمة غلط، او كلمة ممكن تكون اصلا اللي عامل حاجة زي كده قصده خير، او نيته فيها خير، واحنا يعني نقلبها بالعكس. فاهميني؟ لا، اقصده خلي بالك يعني الدنيا في الطالع. متهيألي يوم بعد يوم الدنيا حاجات بتغلى مش بترخص. من ساعة يعني ايه ما الظروف كده بدأ في تظبيطات وتعديلات وأمور بتتصلح في بلدك وكده، أكيد لازم كل شوية الحاجة هتغلى. فانت خلي بالك وحافظي على بيتك وحافظي على قرش جوزك. اهتم ببيتك. ده اللي أنا عايزة أقوله وعايزين نتكلم فيه مع بعض. وياريت كلكم تكونوا فاهميني وفاهمين قصدي. وعشان اطلع مثلا اعمل معاكي روتين بيت، او روتين تنظيف مطبخ، او روتين مشتريات، مش اللي اقصده تعالي مثلا شوفيني انا ما غسلتش المواعين بقالي قد ايه، تعالوا انا بشجعكم يا بنات او يا ستات البيوت انكم ما تغسلوش المواعين. اكيد مش ده الهدف منه. اكيد انا مش طالعه اغسل المواعين قدام الكاميرا علشان اخليكم انتوا كمان ما تغسلوش المواعين. ده حاجه ضد حاجه خالص. يعني انا طالعه بغسل المواعين عشان اوريكي واخليكي واشجعك انك برضو تعملي كده. اكيد مش بوريك عشان تعملي عكس كده، الا بقى انا كده بعمل حاجه غلط، ان كده مش بوصل لك المعلومه ولا بوصل الحاجه اللي انا عايزه اوصلها. لو انت بتفهمي عكس الكلام اللي انا بعمله ده حاجه تانية. تمام. لا، انا طالعه بعمل كده قدامك عشان اشجعك، عشان اخليكي ما تعمليش كده، ما تكسليش عن حاجتك، ما تكسليش عن امور بيتك. ولو تعبتي فعلا خلاص ستوب، اقفي كملي بكره. تمام. انا عمري ما هطلع ان انا بعمل مع قدامك حاجه او بروق شقتي او بعمل روتينات ان انا برضو عايزه افرجك. طب تعالي افرجك مثلا انا عندي ايه وما عنديش ايه. لا والله، ما عمري واحده هتبقى طالعه وبتصور حاجات زي كده عشان تبقى ده هدفها. لا، هدفها التشجيع، هدفها ان انت تتحمسي وتقومي حاطه لي مثلا لاي كومنت ايوه ده انا هقوم واشتغل، صدقني انت بتشجعينا، صدقني مش عارف ايه. ايوه، لكن مش تدخلي مثلا تقولي ايه ده، هو انت مثلا ده انا عندي زي دي او عندي لا طبعا، انا مش هدفي ان انا اعمل حاجه زي كده او غيري كمان هيعمل حاجه زي كده. هدفنا من الروتينات، اي واحد، اي حد عنده محتوى بيقدم محتوى، سواء طبخ سواء من ده على ده، لازم بيكون هو في ده اللي في دماغه والله يا بنات، انه بيكون عايز يعني تشجيع مني ليكي ومنك انت ليا. فاهميني؟ ده اللي احنا بنقصده. آه فموضوع بقى ان انا اطلع بروتين مواعين وبعمل قدامكم وكده اكيد يعني مش هدفي ان بوريكم بغسل مواعيني عشان انتوا تسيبوا مواعينكم في الحوض وتبهدلوا الدنيا والكلام من ده. واللي سمع الفيديو كويس كويس من اوله لاخره كان مش هينتقد بالطريقه دي. لازم النقد بتاعك او الانتقاد بتاعك يكون بناء او ليه مصدر صحيح، يكون ليه حاجه فعلا صح، يكون انا فعلا طالعه بوريكم بصوا انا عندي حاجات قد ايه معفنه او مبهدله ومش هعملها. لا تمام. فلازم انت اوريدي هترد عليا بنفس الرد. لكن لما اكون طالعه اقول لكم بصوا انا عندي ايه وتعبت فما قدرتش فهكمل فهعمل فهسوي، يلا ونقوم ونعمل، ده يبقى لازم ليه نقد او تعليق بناء بيه. تمام. يا رب يكون الفيديو بسيط عليكم وخفيف ومطولتش عليكم. وجيت لكم بحاجة لذيذة برضو تشوفوها ويا ريت تعملوه. آه خلي بالكم من نفسكم في الشتاء ده وفي البرد ده والدور ده، واهتموا بنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.